فيها؟ قبل ما نقول فيها ايه، معاكم الفخامه الفحص الفني، معاكم المهندس مازن، وانا برحب بالمعلم ناصح شديد الترحيب، من افضل وامن الناس، لانه في حاجه ولازم اقولها، كلمتين ولازم اقولهم. المعلم ناصح انا مستغرب، بيجي معايا عندي الزبون بيجي البايع والمشتري. انا اول مره بحياتي اشوف البايع بيجي لوحده بيفحص العربيه، وللامانه العربيه دي انا فحصتها دلوقتي، ولما فحصت قال المعلم ناصح نزل العربيه، فلازم اقول انا الكلمتين دول، ولازم اقولها شهاده لانها دي بالنهايه. العربيه دي اول حاجه من تحت راس الشاصي من الطرف ده فيه حاجه متبدله، ملحوم وده مش فلته الوكاله. تمام. اول ما قلت المعلم ناصح قال لي نزل العربيه دي الامانه. لا ما تنفعش خلاص، دي الامانه، هي دي الامانه والله ما ينفعش. هنروح فين؟ هننزل تحت العربيه دلوقتي. ايوه. كل براغ الجير والماكينه كلها وكاله. تمام. بس العربيه فيها غرقانه بالظبط. يعني لو تبص على العربيه يا معلم، بص تعال ارجع لورا، ارجع لورا، ده متنضف كله. بعد التنظيف بص عليها ازاي بعد الغرق بص. بص معلش انا اللهجه بتاعتي مش مصريه، انا لاني اردني، فممكن الله يحييك يا رب. شايف؟ بص كله ده من الميه، ده كله غرقان. لو تبص من جوه كمان كله غرقان. بص على البراغي من تحت يا معلم. ايوه شايف؟ فده متنضف وكده لسه، يعني بعد التنظيف وهو كده. تم البيع والشراء في السياره دي، لكن طلع فيها مصايب. بالظبط. ودي امانه، انا قلت لك انا يعني دي امانه عشان رب العالمين، يعني انا شاهد على الموضوع ده. انت بتجيب العربيه بتفحصها فيها حاجه بتقول لي نزل العربيه، وده اللي مستغربه انا. معكيش مشتري. انا ده كان نفسي اسالك السؤال ده، والشباب عندي ده لما بييجوا يفحصوا لك بستغرب، بقول لهم طب فين اللي بيشتري العربيه؟ بيقولوا لا هو بيجي لوحده. فانا المره دي نزلت تحت العربيه عشان انا اشوف الموضوع ده، ولازم اتكلم قدام الناس. شكرا حبيبي يا معلم، وشكرا ليك انت، وبتشرف فيك طبعا، من الناس اللي جدا بتشرف فيها. الله يحفظك. الله يطول بعمرك. شكرا.